يعني نركز في الصلاة، نركز في الصلاة. يا عم الشيخ انت ماسك الناس، مفيش حد عنده عذر من كل الناس دي. يعني اللي يقول لك مشغول تقول له مش عذر، واللي تقول لك مش عارف ايه تقول له مش عذر، وفي الاخر كمان اللي مريض مش عذر وتقولوا له حتى صلي بعينيك. يا عم الشيخ انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين ساعة الصلاة الحياة تقف؟ يعني انتوا عايزين الطلبة في الامتحان بتجاوب عشان مستقبلها، عشان لقمة عيشها، قول لهم الظهر ادن عليك في الامتحان، سيب الامتحان وقوم صلي. انت عايز الدكتور بيشرح العلم، الحضارة يا شيخ، الحضارة كلها بيشرح للطلبة العلم في المحاضرة، الأذان يدن تقول له وقف المحاضرة وروح صلي؟ لا يا حبيب قلبي، لا والله. اوعوا يا جماعة حد يفهم ان احنا بنقول انك انت سيب الامتحان وروح صلي او وقف المحاضرة وروح صلي. امال ايه يا شيخ؟ انت باين عليك شيخ دماغك متفتحة، باين عليك شيخ وسطي، الاسلام الوسطي الجميل. حرام اصلا ان محاضرة تتعمل وقت صلاة، ان امتحان يتعمل وقت صلاة. وهو مين اصلا اللي يتعدى على ربنا ويحط امتحان في وقت صلاة؟ خلاص دقت الدنيا وقفت عشان الساعة ده. هي يا اخوانا ده دلوقتي بقت في موضة جديدة ان في امتحانات ساعة صلاة الجمعة، مش امتحانات ساعة صلاة الظهر، امتحانات ساعة صلاة الجمعة. للدرجة دي الصحابة موتوا نفسهم عشان الصلاة، وانت جاي دلوقتي تقول لي ان الحاجات اللي الصحابة ماتوا وضحوا بعمرهم عشانها تقول محاضرة ما تقفش والدنيا ما تقفش؟ ومين قال ان الدنيا هتبوظ بالصلاة؟ ده الدنيا هتنصلح بالصلاة. ده المجتمع، ده احنا لما كان المجتمع بيقف ساعة الصلاة كنا الامة رقم واحد على الارض، كنا الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس على الكرة الارضية. الوقت اتذلينا لما اهنا شعائر الدين فاهنا في العالمين، واتذلينا لما ما عظمناش شعائر ربنا. طب يا عم الشيخ انا يا عم الشيخ يعني بص ما تبصليش بقى كده، وانا بص يا عم الشيخ فعلا يعني كنت في بيتش تايم كده، وكنا طالعين طلعه كده في الساحل الشمالي مع اصحابي، وكنا عاملين ايه حفله شوي صغيره كده، باربيكيو جميله كده، وكان نفسي اصلي. سمعت الاذان بيدن من بعيد، كان نفسي اخد العربيه واروح اصلي، ولكن انا لو صليت هتريقوا عليا. انا لو سبت الشله ساعه اذان الظهر في الجامعه وانا واقف مع فلان وفلانه وفلانه وفلان وفلانه وفلانه وعلانه وقلت لهم رايح فين يا حبيبي؟ رايح اصلي. ايه تصلي؟ ده هياخدوني اللبانه بتاعتهم طول اليوم. يعني انت خايف من سخريه اصحابك منك ومش خايف من غضب ربنا؟ عرفتوا يا جماعه ان احنا بنعامل ربنا معامله لو عملناها لمدير الشغل اللي بنشتغل عنده كان زمانه رفدنا. لو عملناها واحد عاملها لمراته والله في اول محكمة شرعية تخلعه. يا اخوانا احنا بنتعامل مع ربنا معاملة. ازاي بنتعامل مع ربنا كده؟ ازاي؟ ربنا اللي حبيبك، ربنا اللي بيناديك. خدي بالك انت النهاردة ربنا بيناديكي ما بترديش عليه، بكرة هيقف قلبك منادية على ربنا ومش هيرد عليك. خدي بالك لما بيقولوا رب ارجعون لعلي اعمل صالحا، ربنا قال انها كلمة هو قائلها. العلماء قالوا يفضل يصرخ ليوم الدين في القبر يقول رب ارجعون وربنا ما يردش عليه. يبقى خدي بالك ان الصلاة دي اصطفاء. اسألي نفسك ربنا ما اختاركيش لحد دلوقتي ليه؟ اسأل نفسك ايه المشكلة اللي ربنا ما اختاركش بسببها لحد دلوقتي؟ اسألي نفسك. ربنا سبحانه وتعالى نادى على قلوب الناس دي كلها وجابهم، وانت قلبك لسه ما تناداش عليه ليه؟ الصلاة دي اصطفاء. اللي بيصلي هو اللي ربنا اختاره. صلي عشان لو في شك في العقيدة جواك يزول. صلي عشان لو في كبيرة عملتها في يوم من الايام ربنا يعوضها لك بالصلاة. صلي عشان لو في معصية سر بتضعف كل ما تقفل على نفسك باب اوضتك لوحدك وتقع فيها الصلاة تعوضها. صلي عشان انت محتاج تصلي، عشان انت محتاج ربنا مش ربنا اللي محتاج لك.